إذن هذا اللقاء الذي سنحاول فيه الدردشة والغوص في مجموع النقاط التي تهم المشاركة السياسية للشباب، وسؤال التنمية في الأقاليم الجنوبية، وسؤال كذلك حتى الحرية الديمقراطية. كي نغوص في هذا النقاش سعيد أن نبدأ بهذا اللقاء بكلمة افتتاحية لضيفنا الكريم السيد عبد الله بوفوس الفاعل السياسي الشاب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد باستضافتكم لنا من داخل معهد الصحافة وعلوم الأخبار. سعيد بطبيعة الحال بحضوري رفقة سلام الإعلاميين والحضور الكريم بطبيعة الحال والطلبة داخل المعهد. سعيد أن أناقش معكم موضوع اللي هو موضوع كبير، الشباب والمشاركة السياسية وسؤال الحرية والتنمية والديمقراطية. بطبيعة الحال النقاش فيه مجموعة من الأشياء، ولكن انطلاقا من تحليل الملموس الواقع الملموس لابد أن نناقش قضايانا خاصة مع الشباب بشكل واضح ومسؤول في هذا الإطار، خاصة إذا تحدثنا عن الشباب اللي هي ذرة الحياة، اللي هي صمام الأمان في المجتمع، هي القوة الناعمة في أي مجتمعات. وإذا تحدثنا على أساس المشاركة السياسية خاصة نتحدث أساسا على الانتخابات اللي هي المحطة الأساسية اللي من خلالها كتكون المشاركة السياسية عندها ذو قيمة وذو جدوى. وتحدثنا كذلك في هذا السؤال الموضوع اليوم اللي هو مركب وجد معقد في آن ذاته، سؤال الحرية والتحولات التي وقعت، اللي هو سؤال حارق بطبيعة الحال اللي اليوم كنتكلموا عليه في المجتمع، ونتكلموا كذلك على التنمية بمفهومها والأبعادها وربطها بالديمقراطية كتوجه معين لأي دولة ديمقراطية. لا تنمية بدون ديمقراطية. في هذا الإطار أنا بطبيعة الحال منفتح على جميع الأسئلة، وأتمنى أن تكون حارقة في هذا الاتجاه على أساس نكون متفاعلين. بيان سير احنا معنا مشكل فاتحين إن شاء الله. شكرا ضيفنا الكريم. إذن محورنا الأول الذي سيتمحور حول موضوع الشباب والمشاركة السياسية. زميلة ليلى عطاء الله، سنفتح هذا الحوار معك في هذا السؤال موجه لضيفنا الكريم. أنا جد سعيدة بلقائكم هذه الليلة، وأهلا وسهلا بالحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه. بداية بما أن محور الأول اللي نناقشه في هذا اللقاء هو الشباب والمشاركة السياسية، كيف كنعرفوا أن المشاركة السياسية هي يعني أحد يعني الأنظمة والثوابت الديمقراطية، وهي واحد المدخل يعني أساسي، هو مدخلها الأساسي هو الانتخابات، وانتخابات اللي يعني من حق جميع الفئات المجتمع يعني المشاركة في هذا وخصوصا يعني الشباب. سؤالي للسيد عبد الله بصفته شاب وبصفته كذلك نائب الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في نظرك واش عزوف الشباب عن الولوج والاشتغال داخل الهياكل الحزبية، وهو ما هو عزوف، هو نقدر نسميه يعني قلة الثقة ولا عدم الثقة في الهياكل الحزبية وفي البرامج السياسية اللي كتعرضها الأحزاب في الانتخابات. بصفتكم يعني نائب الكاتب الجهوي، شنو الخطط المستقبلية ولا الخطط اللي كتخدموا عليها سواء السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية في يعني بحال نقولوا تحبيب ولا تعزيز يعني اشتغال الشباب ولا انخراطهم في العمل السياسي؟ هذا السؤال جوهري بالأساس. أنا أعتقد أن الأحزاب السياسية ولا أعزل ولا أكون أتحدث فقط عن الاتحاد. الواقع اليوم واقع المعاش، ونحن نتحدث في سياق معين دولي إقليمي ووطني، عزوف كبير خاصة من الفئة اللي كنستهدفوها اليوم هم الشباب. والشباب فئات انتظارات طموح. الفئة ديال الشباب اللي كتكلم عليها مثلا نتكلموا من 15 ل 40 سنة مثلا، طبقا على أساس كنتكلموا على الفئة اللي على أساس اللي محددينها في القانون. 15 18 عنده انتظارات، عنده طموحات، شاب
بزاف كاع ما كيتكلم على الاحزاب او شيء من هذا القبيل، علما ان الاحزاب خاصك تنخرط فيها في هذا السن فيما يخص القطاع التلاميذي، القطاع الطلابي، وتنطلق هكذا ودوري. لان الاحزاب السياسيه خاصة إذا كنتكلموا على اتحاد مدرسة عرف على مر الزمان بالتكوين والتأطير والتأهيل السياسي. ما معنى التأهيل السياسي؟ هو اللي اليوم حنا افتقدناه من داخل المؤسسات، اللي كتشوف على أساس مجموعة من المؤسسات، وهذا غندخلوا في نقاش فيه. نتكلم على النقطة الأساسية على اللي تكلمنا عليها، على العزوف، مرتبطة أساسا بالعرض والطلب. الأحزاب لا تقدم عرض مغري لانخراط الشباب في الفعل السياسي. الشباب خاصة الشباب هو فاعل سياسي، وتمظهراته من خلال مجموعة من التمظهرات، خاصة لي زيلطرا، الجمعيات، ما يقع في الشارع، تعبيرات على الجدران، مجموعة من الأمور. هذيك مواقف سياسية بامتياز، ممارسات ومواقف سياسية وتعبيرات سياسية. من داخل الأحزاب لم تعد تغري الشباب، ولم تعد ديمقراطيتها الداخلية تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب بالأساس. من اللي مثلا كنتكلموا على أساس الخطابات الرنانة إلى محطة معينة اللي هي محطة ديال الإنتاج لكل مجتهد نصيب. رجاج منخرط معاك لسنوات محطة معينة تعلم معاه الحساب، يعني مثلا تم الخارط معاه التكوين والتأطير إلى مرحلة انتخابات مثلا اللي خاصك يعود عندك. كنتكلموا على التكوين والتأطير والتأهيل السياسي، يعني كيعود الشاب أو الشابة مؤهلة سياسيا لدخول غمار الانتخابات، على أساس يكون يعرف هذا المجلس اللي يترشح له مثلا الجماعات أو الجهة أو الإقليم أو المستشارين أو الغرف المهنية أو البرلمان بغرفته، يكون مؤهل سياسيا لتمثيل الشعب. لأن الانتخابات هي تفويض شعبي. الشعب ملي كتمشي عنده كتقول له صوت عليه، بما معناه فوض لي، على اساس نمثلك من داخل هذاك المؤسسه المنتخبه، على اساس غنمثلك احسن تمثيل. اليوم النتائج اللي كنشوفوها، لا غلاء الاسعار ولا النقاش، العزوف، في الاصل نتيجه ما يقع اليوم. ما كاينش نقاش سياسي. الساحه السياسيه افرغت من محتواها الاساسي، هو النقاش السياسي اللي فيه اغلبيه، فيها معارضه، فيه احزاب، فيه مؤسسات، فيه جمعيات مجتمع مدني، فيه نقابات اللي كتغني النقاش على اساس تصحح مجموعه من الاخطاء مثلا ديال اللي كيسير الشأن العام، سواء على المستوى الوطني الحكومي وتنازل الى الجماعات. الاحزاب في شقها الاول كيف قلت لك الديمقراطيه الداخليه والبرامج والانشطه لا تغري انخراط الشباب فيها، يعني افلاس المؤسسات الحزبيه في هذا الاطار. لا تقدم عرض يناسب هذيك الفئه من الشباب اللي كنقول لك اليوم واعيه. انا جايك انا وكنشرح لك هذا. انا في عضو القوت في حزبي ما يزيد على 14 سنه، تعرف، وانت ادرى الناس بذلك. والاتحاد تتعرف عنه مدرسة بكل ما تحمل الكلمة معنى. السياسة فيها متناقضات سابقا بين قوسين. السياسة فيها متناقضات، فيها تعقيدات، بما معناه اليوم الواقع كيف كنتكلموا على أساس ارتباطه بالطموحات. خاص هذاك الشاب يوجد ذاته من داخل المؤسسة الحزبية. اللي موجود ذاته بطبيعة الحال غينفر من ذاك الحزب وغيعود في محطة انتظار إلى حين كيف الناس الثانية. انتخابات كتبدل جميع الحسابات، يعني مثلا في محطة اللي هي تتويج ديال ذاك العمل، ديك الأنشطة وذاك العمل ديال 4 سنوات ولا 5 سنوات، على أساس محطة انتخابية معينة هي الفيصل، وهي المحطة اللي من خلالها اللي يطلعوا مجموعة من الشباب اللي غندفعوا بهم باش يكونوا وسط المؤسسات اللي كاين يعكسوا مثلا ديك الإرادة ديال ديك الفئة اللي هي الشباب. كنجبروا على أن التمثيلية لا تستجيب للطموحات، وكنجبروا فيها باك صاحبي، وكنجبروا فيها تأثير الدين، تأثير المال، تأثيرات اللي هي خارجة عن المنطق اللي انت أصلا كنت تعرفوا على أساس مثلا كاشتراكي ديمقراطي مثلا.
تناقش القضايا بمنطق الدفاع عن قضايا المجتمع، طبقات المسحوقة، طبقات المستضعفة. مشروع مجتمعي متوجه لفئة معينة، تدافع وتناضل من أجل هذه الفئة في المجتمع. في لحظة معينة، في لحظة تزكيات، يتلاشى هذا المشروع بما معناه اليوم. كاين جوج ديال التوجهات. التوجه الأول حزب، منظومة والواقع، وقد أختصرها في مثل: نعيب الزمان والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. على ما أعتقد في الأصل احنا عندنا فئة من الشباب لا تصبر، ما كتناضل، بغات حتى هي مولي باردة. بما معناه ما كنقول لك 14 عام 14 سنة من النضال، راه فيها ضربات، راه فيها محطات، خاصك تكون صابر وصامد، يكون عندك مشروعك لا لونغ تيرم، على المدى البعيد. انت شاب، بني مصداقيتك، خلي الناس تتكلم عليك. او انت شابه، خلي كم من شاب اليوم كنجبروه اليوم في لون اصفر، غدا في احمر، غدا بعده في الازرق، وتم يدور نعوره دايره هو تابع يستدر بين الاحزاب. انت في الاصل ما كعاطي مصداقيه، لان هذا عنده مشروع. انا اللي نتكلم على اساس يساري اشتراكي ديمقراطي، هذا مشروع مجتمعي. ما يمكن انا غدا نرصف الحزب الثاني على النقيض من ذلك، ونجي نتكلم لك على اساس غدا غندافع لك على مشروع معين. نفس المساله اليوم في الحكومه الا شفتي الاغلبيه ديالها ليبراليه، كتدافع على واحد الطبقه معينه من المجتمع، لا تدافع عن الطبقات الشعبيه ولا على اي مشروع مجتمعي اللي كيدافع على هذه الفئه. دونك انا كنتكلم على التمثيليه. الا كنتكلموا عليها الاساسيه الشباب خاصو يكون الوقع عنده في المؤسسات الانتخابيه او في الانتخابات. هذا هو خلاصه الوضع ديال المشاركه السياسيه. وكل نقاشات هي فارغه من محتواها الاصلي، تكوينات، مشاركه سياسيه، تعزيز، ما التعزيز كامل فارغ الا ما جبرنا النتيجه والوقع من خلال مرحله الفصل اللي هي الانتخابات، وولوج شبابنا المؤسسات في ذيك المحطة. أستاذي بوصلي نبدأ من حيث انتهيت باش نبعدوا عن العموميات ونقربوا شوي بالمشهد. أنت كفاعل سياسي انتفضت في الفترة ديال كان الرسمة كاتب جهوي وخرج شخص ببيانات، كاتب جهوي كان شخصية عمومية جهوية. الانتفاضة ديالك ولا الاختلاف اللي وقع كانوا واش الاختلاف كان على أساس يعني تنظيمي، لأن هذا الكاتب جهوي لم يحترم يعني تنظيم وما نامنش بديك الشبيبة اللي ضحات وعملت من أجل أنها باش حتى هي تنتج في النهاية، والله كان خلاف شخصي. وما الذي تغير؟ واش ما وقع فيه الرزماء لم يقع فيه من يرى اليوم ومن يقود حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة الساقية الحمراء؟ هل أنت راضي عن التجربة ديال المكتب الجهوي ديال الاتحاد الاشتراكي بجهة الساقية الحمراء كيترأسها الأخ؟ أولا كنت نتمنى نبقاو بشكل موضوعي في إطار معين، ولكن لا بأس. أنا جميع الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها بدون إحراج. فيما يخص المرحلة الماضية اللي كانت فيها النقاش، والنقاش انطلق وبدأ قبل المسمى، على أساس هناك مسطرة للترشيح، هناك مراحل قبل إعلان النتائج ديال الانتخابات. مسطرة كانت واضحة وشفافة على أساس من حق أي واحد اللي فيه الشروط مثلا يوضع طلب الترشيح ديالو. ماذا تغير قبل وبعد؟ هيك النقطة رجاج يعبر من داخل المؤسسة، ملي تغلق المؤسسة كيعبر من خارج المؤسسة. كنا نعبر
من الوهلة الأولى على أساس المسطرة والطموحات ديال هذا الشخص اللي تم إنزاله تنظيميا. وأنا نشرح لك ما هو الحزب. الحزب هو 3 مستويات. الحزب هو التنظيم، هو الفعل التعبير السياسي، وهو الفعل الانتخابي. الحزب 3 مرتكزات فيه. المؤسسة الحزبية، التنظيم، الفروع، الهياكل التنظيمية بدءا من المكتب السياسي، المجلس الوطني، الكتابات الجهوية، المجالس الجهوية، الإقليمية، المكتب الإقليمي، وانت قاض إلى مكتب الفرع، إلى التنظيمات الموازية من شبيبة، من نقابة، من منتسبين، من فروع، من شبيبة، من قطاع تلاميذي، من قطاع. هذا التنظيم والامتداد دياله في المجتمع. والفعل السياسي هو التفاعل مع القضايا الآنية والقضايا الاستراتيجية ديال البلاد والعباد. يعني أي ملف معين اجتماعي، اقتصادي، تنموي، ثقافي، بيئي، لا بد أن نجد المؤسسة الحزبية تتفاعل وتدافع على المشروع المجتمعي وعلى الطبقات التي تمثلها. والحزب هو في الانتخابات من خلال الحضور الانتخابي. الحضور الانتخابي من خلال إفراز فئة مؤهلة على بلوغ أو دخول غمام انتخابات. تخطات هذه المراحل، ما هو تنظيمي وما هو سياسي، لحظة الانتخابات. ولحظة الانتخابات قد ألخصها في مثل كان قالها مسكين واحد الفنان، قال لك السياسة استخلصها في 3 مسائل. قال لك 5 أيمان ديال المطرقة، و12 يوم ديال المرقة، ونهار الزرقاء. بما معناه أفرغت العملية السياسية والانتخابية والتنظيمية من محتواه الأساسي. ملي تجيب لي أنا واحد الطراشيب تعطيه التنظيم، تعطيه المؤسسة، راني كنقول لك على أساس الحزب فيه 3 مرتكزات، تقد ما تعطيه التنظيم. يعني كان الخلاف على أنه لا أنا جايك خلي باش نوضح. ملي كتعطي لرجاج تنظيم لا يفقه شيئا في التنظيم فانتظر الساعة. هذا جانب. الجانب الآخر مسطرة وضع الترشيحات، كاينة مسطرة. أما باش تجي ورجاج تزكي مثلا فلان إكس ولا القبلية أو شيء من هذا القبيل، أو القبلية تحضر في بداية العملية، انطلاق العملية من البداية، ولون هذاك الحزب قبيلة معينة وانطلق في العمل وبني التنظيم بناء قبلي وعبر عن مواقف سياسية معينة ودخل بها الانتخابات. أما الخطاب شيء والفعل في محطة فاصلة شيء، هذا ما يسمى بالتناقض. خليني نكمل لك لأن السؤال أنا جاي وكندير له توطيع. الخلاف اللي كان عندنا في المنهجية بدليل جميع الشروط تخطط. مثلا كواحد المجموعة كانت بغات ترشح في هيك المحطة، ونعطيك الأمور اللي هي دامغة اللي مثلا جميع المراحل ديال الترشيح بما فيها الاجتماعات، تقديم في الآجال، هاكشي كامل تم احترامه. تجاوز ذلك هيك المرحلة وتخطينا المرحلة الثانية. 1000 توقيع من لدن الشباب على مستوى الجهة، على المستوى المحلي، على مستوى الحزب. توقيع موجه إلى الكاتب الأول على أساس نزكي هذه الفئة. 1000. تعرف شنو هي 1000 مسجلة في الانتخابات؟ ولم يتفاعل مع أي أحد. لذلك كان النقاش ودام واستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولكن كنا احنا متشبتين بقيمنا، بمبادئنا، بقوانين الحزب، وعلى أساس سنصوت على الاتحاد. يعني كنا مساجمين، عبرنا على آرائنا داخل المؤسسة، إغلاق المؤسسة في وجه المجموعة، عبرنا من خارج المؤسسة. في انتخابات صوت المجموعة على الاتحاد، هذا حق واضح. ما بعد هذا الأخ سياق تبدل. أنا قلت لك السياسة سياقات. المؤتمر الوطني عبرنا. أنا جاي، أنا قلت لي ما الاختلاف وجهات ما بين هذا. واش كان الخلاف ما هو شخصي؟ لا ماشي شخصي، غير على أنه هذا السيد تم استخدامه. لا بالعكس، نحن منفتحون. أي واحد عنده إضافة احنا ما عندنا مشكل، ولكن احترام التنظيم، احترام المؤسسات، هذا هو اللي فاصل بيننا. وما عندي شيء ذاتي، عندي شيء موضوعي هي المسطرة، هي القوانين، هي الأنظمة فقط.
هذا هو الاختلاف. المرحلة ما بعد ذلك كان ما يسمى بالمؤتمر الوطني اللي كنا حنا رافضين ترشح الأخ الكاتب الأول اللي هو اليوم الكاتب الأول للاتحاد. مشينا الأبعاد حنا مجموعة، سواء الأخت حسنة أبو زيد، الأخ رضا الشامي، ومجموعة من الإخوان اللي كانوا سيار. عبرنا على آرائنا بكل وضوح ومسؤولية في المؤتمر، كنا حاضرين وعبرنا على هذا. وهذا التعبير أول مواقفنا كانت في محاضر رسمية داخل الحزب. ما تلا ذلك بطبيعة الحال كان مؤتمر، كان المكتب السياسي، كانوا الإخوان اللي انضموا للحزب ماشي بما يرضي الله إلى حدود الساعة، على أساس وضع لحد الآن ماشي. يعني أنت راضي على هذه الكتابة الجهوية مزيان؟ ماشي بذاك الرضا، ولكن خلينا من علاش يعني كمل لك على أساس هذا نردوا الأخبار على أساس احنا ماشي. راه كاين، راني قلت لك في البداية على أساس التكوين والتأطير عامل أساسي في الحزب اللي في عمره 14 عام ولا 15 ولا 20 عام، مو كيف حد ما فات 4 عام في الحزب. رسالة واضحة يعني رجاج، احنا رانا ننتظر بالشهور، ماشي معاهم بالشهور، رانا ماشي على أساس احنا داخل حزبنا. إلا كان مولي غدا شي ثاني رانا نعودو شي ثاني، كلام غدا حاني غدا. ولكن انت دابا انت من داخل المكتب، من داخل الحزب، يعني انت منسجم. يعني الا كان الفشل اذا تحمل فيه المسؤوليه. ما فتناش اجتمعنا، بزاف. ما حدنا كنتكلموا على هذه النقطه ديال المشاركه السياسيه، وعطفا على قول سؤال الزميل سعيد العبيدي. واش اليوم التصور الجديد ديالك في العزوف ديال الشباب في المشاركه السياسيه جاء بناء على رفض الترشح ديال عبد الله بوفوس ولا وضعه المرض؟ كمل. واش جاء رفضا على هذا؟ يعني هذا التغيير ديال الكلام جاء على هذا الاساس، على انه بوفوس 14 سنه من التجربه السياسيه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، 14 سنه من نقدروا نقولوا المحاباه، تحاول انك باش توصل فيها محاباه التنظيم. واش اليوم منين وقع انه تم رفض الترشح ديالك من قبل الكاتب الجهوي السابق اللي انت كترفض انك تذكر الاسم ديالو وتسميه بمسمى، واش جا بناء على هذا الكلام الجديد، جا بناء على هذاك ولا بناء على اي تصور؟ لا باش نكونوا موضوعيين، انتم دخلتونا في ما هو ذاتي. انا اتحدث عن تجربه معينه مرت فات فينا، بدليل لم نترشح رغم العروض مع اي حزب ثاني. كان باستطاعتنا نمشوا نديروا لائحه حره مستقله. رجاج مجموعه من الشباب جات وقالت لك حنا بغيناك ترشح وعندك 1000 توقيع. هذا راني نجمع لهم 1000. نعطيك انا لي بابي مزال كاين. راه اللي ما كيحلل السياق واللي مو فاهم الاشياء ما عندوش المعطيات، اللي مو فاهم السياقات والمتغيرات، راه هدف ديالو هدف انتخابي، يبداو يسالي في انتخابات. حنا ما كان عندنا هدف انتخابي، كنا كندقوا ناقوس الخطر، كنقول يا ودي راه هذا السياق راه نتيجته راه خاطين في الحيط. وكذلك كان ما بعد الانتخابات سياق، ما قبل انتخابات سياق آخر، ما بعد انتخابات اجتمعوا الإخوان وهذا السياق ما كان في حاضر فيه الذي تزعم انتخابات لم يكون حاضر. لا باش ما يشخصوا الاشياء. رجاء هذا كان كاتب جهوي، كان كاتب ما يمكن يتحيد من بات مصبح. يلا مثلا نمشي معاك في هاك السياق اللي بغيت. احنا ما غنتكلموا في هاك الشيء، رفع من الايقاع. احنا كنتكلموا على موضوع مهم، الا تكلمنا على هالامور نشخصوا فيها لين نبقاو فهم هذاك الشخص نتيجه ممارسته راك شفتوها ما بعد انتخابات ما استمر. انا اش قلت لكم؟ ولكن المقاعد التي وصل اليها الاتحاد الاشتراكي كانت في الفتره اللي كان هذا انت تعلم وانا اعلم والجميع يعلم الطريقه
صافي انتهى الكلام. هذا نكون واضحين في هذا الاطار، رجاء ورجاء. كنت تعلم في صافي نحل الاجابه من عندك واش رجاء. انت دخلت لي منه مرقت لي منه، كتكلم على ما هو تنظيمي فما هو سياسي في العزوف. اعتقد على ان المرحله ما قبل الانتخابات ليست في كالمرحله ما بعد الانتخابات، بما معناه النتائج اللي كانت او الممارسات نتيجه شفناها ما بعد الانتخابات في عدم استمرار هيك المجموعه وهاك الفكر او هذاك التوجه المعين اللي ما كيتماشى مع حزب، ما كيتماشى مع طبيعه التنظيم والبنيه. حنا راه بنيه تنظيميه راه صعبه، راه الاتحاد راه تنظيم، بنيته التنظيميه صعبه، راه لا نروض. عندك الظن على اساس راه هذا الحزب راه فارغ، راه بالعجله يلا جمع، راه تقبض الحزب ولكن ما تقبض اللي وصل الحزب. يعني هذا كاين فيه. نمشي معاك في السياق اللي بغيت تجرنا له. سي عبد الله انا باش نبداو في هذه النقطه. يلا سير. هذه المساله ديال على انه حزب الاتحاد الاشتراكي او الاتحاديين بطبيعه الحال التاريخ ديال الادارات الاتحاديين عبر ربوع المملكه ما يمكن يناقشها حد. واش هذا الشيء فعلا كاين عندنا في الجهه ديال العمساقه الحمراء، وفعلا الاتحاد الاشتراكي لم يتم ترويضه، لان كاين اليوم نقاش في المرحله ديال الانتخابات والان على انه حزب الاستقلال هو واحد الحديقه خلفيه ديال حزب الاستقلال. هون في جهه العمساقه الحمراء انت بصفتك كنائب ديال كاتب جهوي داخل التنظيم، واش هذا الشيء فعلا كاين؟ والله هذا الشيء غير افتراء. يا اخي نحن نتولى الظاهر والله يتولى السرائر. حنا ما يمكن جيت تقول لي انا حديقه نافوره ندوروا شرقا ندوروا غربا، هذا الشيء ما يمكن. لا غير اسمع انت سولت خليني نجاوب. انت لا ولكن غتجاوب. لا شوف لا باش تكون استاذ عبد الله هاد الناس اللي الان في الاتحاد الاشتراكي، لا يا اخي هاد الناس اللي في الاتحاد الاشتراكي الان هم كانوا في حزب الاستقلال من حقهم. هذا حقهم الدستوري والقانوني، بما معنى ذلك من حقهم اليوم يكونوا في هذا الحزب وغادي يرصفوا لذاك الحزب، هذا حقهم عاطيهم القانون. انا نتكلم على انا ما لا نروض، اول خلي الحزب يروضوه، انا كنتكلم عليه احنا كاشخاص لا نروض، الحزب يروضوه ولا يعدلوا اللي باغي. انا نتكلم من داخل المجموعه اللي هي الشبيبه وامتدادها اللي داخل اليوم كتاب الجهوي للحزب. ما أشرت إليه لم ألاحظه. شفتوا حديقة خلفية فوق سطاح بنيان شي ما نعرف ما شفتوا. أنا أتولى الظاهر. السرائر قعدوا هوك مشاو للصحاري تكلموا. لا أيام التصويت في الانتخابات عادي تشكيل المكتب. مع التصويت على الكاتب الجهوي. احنا ما عندنا مشكل، احنا ترشحوا وقلنا له الله يسخر، ما عندنا مشكل الله ييسر. بالنسبه لي نرجع شوي مازال بما اننا مزنا في محور يعني المشاركه السياسيه. بالنسبه لمشاركه المراه في العمل السياسي، وهذا يعني موضوع يعني جدالي وتراكمي دائما كيعود فيه النقاش بشكل مستمر. مشاركه المراه في العمل السياسي ونتكلم على حزب يعني، وخصوصا أن المرأة يعني أثبتت ولا زالت تثبت يعني محاولاتها الكثيرة يعني في إثباتها وجودها في الساحة، وعنها يعني ما فئة بالمجتمع ربما هي ما هي نصف المجتمع أو نصف المجتمع والتي أنجبت نصفه الآخر. مشاركة المرأة في داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، واش هي مشاركة فعلية والله هي مجرد يعني واحد الخطاب سياسي ياك يعني والله واحد الفولكلور ولا اللي تأثيث المشهد السياسي والله باش يبان الحزب على أنه حزب منفتح وعلى أنه حزب يعني عن تلميع صورة الحزب. واش فعلا مشاركة المرأة هي مشاركة فعلية ولا مجرد تأثيث المشهد السياسي؟ أولا فيما يخص قضية المرأة هي قضية مركزية لدى كل الاتحاديات والاتحادية، بما معناه قضية اللي بالنسبة لهم أساسية ناضلوا عليها لسنوات. مسألة الإرادة أولا في الدفاع على قضايا المرأة هي إرادة للدولة، وهذه الإرادة يقودها جلالة الملك في الاتجاه. الاتحاد كحزب يساري اشتراكي ديمقراطي الدستور يسعى إلى المناصفة
والحزب كيتكلم على المناصفة دابا، هذا هو الشعار على أساس يدافع على القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمرأة بشكل واضح وصريح. ولا دليل على ذلك هي عندها منظمة أعمار دول اليوم ما يزيد على 50 سنة، هي منظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، اللي هي الامتداد ديالو في المجتمع، وهي الذراع اللي مرتبط بهذا الاتجاه، ودفاعه سواء على المستوى الوطني والمحلي والدولي، خاصة من داخل الأممية الاشتراكية، من داخل التحالف التقدمي، مجموعة من هذا كتدافع على قضايا المرأة. يعني الحزب في هذا الجانب لا يسعى للتأتيت أكثر ما هو كيدافع بشراسة على المرأة، بدليل الحكومة السابقة كانت مشاركة أخت اللي هي رقية درهم كوزيرة كاتبة الدولة. يعني الحزب على مر التاريخ كان ولا زال وسيبقى على أنه قضية المرأة قضية مركزية بالنسبة له، غيدافع عليها دفاع المستميت. ولكن الدفاع هل هو تفعيل؟ هل الدفاع هي المرأة كيف كنعرفوا يعني على مر التاريخ هي تدافع ولا زالت تدافع، ولكن ما مدى يعني تفعيل يعني مجموعة من القضايا المطروحة على طاولة النقاش؟ لأن كيف كنشوفوا دابا باش من لكل قاعدة استثناء، المرأة ما زالت إلى حدود الساعة يعني مجموعة من القضايا اللي مطروحة على طاولة النقاش، ولكن مازالت ما كاينش تفعيل. واخا الدستور كيضمن لها هذا الحق، ولكن مازال تفعيل بعض القضايا إلى حدود الساعة. مازلنا مثلا في الجانب الإعلامي كنشوفوا مثلا نساء ما كنشوفوهمش نساء، يعني مثلا صناع قرار كنشوفوهاش دائما، كنشوفوا في الموضة في الأزياء واش هالشيء تفعيل يعني قضايا والدفاع عن المرأة وطرح يعني قضايا على طاولة النقاش يعني وكاين يعني تحصد مكتسبات، واش هو كاين والله مجرد دفاع لا يستمر؟ حنا دائما ندافعوا ليس من الدفاع، ولكن شنو الحصيلة؟ كيف قلت لك على أساس الإرادة كاينة، ولكن ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال. راه ما يمكن تتنزاوي وتقعدي وتقولي قضايا المرأة، قضايا الشباب، قضايا ما نعرف شنو على مر التاريخ. حنا رانا في واحد تراكم إيجابي ومراحل نضالية. حنا هاد الديمقراطية اللي نقدروا نتكلموا عليه ولا نتكلموا عليها راه جات بنضالات، الناس راه شهداء، راه عندنا شهداء، راه الناس توفات، الناس راه ماتت من أجل هذا الوطن. ما وصلنا إليه اليوم هو بفضل تضحيات وبفضل نضال حقيقي كان في المجتمع من أجل قضايا معينة. النضال هو أساس، هو الجوهر، هو المربط في أي عملية كيف ما بغات تكون. ما يمكن تيجي راهي ديري العنوان وحاني راه مدرك لا يقسموا يعطوك بون اقبضي حقك. ما يمكن. ملي نتكلموا على الشباب كنتكلموا على الاستمرارية أولا والنفس الطويل في الدفاع على ملف معين. شيء من غير هذا ما كليت بهذا الشيء طبيعة الحال. هاد المكتسبات فيما يخص قضايا المرأة، مدونة المرأة، مجموعة من الأشياء. اليوم حنا كنتكلموا على الحريات اللي كاينه وجايه في الطريق مزال ديال اسمه النقاش اللي كاين ديال الحريات اليوم، الحريات الفرديه وما الى ذلك من الاشياء تجاوزت طموحات المرأة بالاساس. تقدمي اكثر من التقدم. اذا تسقطيها مثلا في المجتمع اليوم نتكلموا على الحريات الفرديه بمفهوم التقدميين اللي في الرباط ولا اللي في كازو ولا اللي في روزاريو ولا اللي في فرنسا. راه الاشياء خاصك تكيفيها بخصوصيه المنطقه وفق الاعراف والتقاليد. يعني هذا جانب. الجانب الاخر كيف قلت لك لا بد من نضال. وانا كنتكلم بشكل ملموس. انا كنعتقد على ان قضايا المراه تجاوزت مراحل اساسيه، واليوم لحقنا ان شاء الله القطف الثمار ديال النضالات ديال المرأة في مجموعة من القضايا، لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا البيئية ولا الثقافية ولا ما إلى ذلك. اليوم كنشوفوا المرأة راهي كترأس أحزاب، كترأس منظمات، كترأس هيئات حاضرة في المجتمع. ما قبل ذلك كانت المرأة ملي راه ينظر لها غير في ما قبل مدونة الأسرة كان نقاش عقيم
اليوم بالعكس كان نقاشنا اليوم في البروفوندر، في العمق ديال يعني واش المرأة. كنا كنتناقشوا في بعض الصالونات على اساس قلنا الى عندنا كخلاصه قضايا المرأة بين قوسين، على اساس خاصنا نتوحدوا حول قضايا المرأة ونرشحوا امرأة، ولا المرأة صوتت على المرأة اللي تعود رئيسة حكومتنا امرأة. معادلة بما معناه حنا كنجبروا كاع المرأة متفادنا لا مع المرأة. في نفس السياق الاخ عبد الله، بالنسبه تفضل للشباب والمشاركه السياسيه في هذا المحور الاول، بالنسبه لكم انتم يعني كشبيبه اتحاديه وكنائب ديال الكاتب الاول، واحد النقطه اللي نبغي توضحها اللي فيها واحد النقص، واش تم اشراككم انتم في العمليه ديال التزكيات؟ دوز ما تمش اشراك؟ انا جاوبتك. كانت هي سبب الخلاف في العملية. قلت لك عندنا أنها كانت معقدة، كانت في سياق معين. رجعت بينا يا عمي ذاك الانتخابات انت ما كنت تتصل معاه. لا غير مرتبطه بالمشاركه السياسيه. يا أخي الواقع عنيد، الواقع عنيد يعاند كل الطموحات وكل انتظارات الشباب. ترى أنا كنقول لك هذا الشاب اللي تم تسبغ فيه وأنت إطار وأنت كفاءة وأنت ما نعرفهاش كيف حد باغي تم يخدم بحد اللي تعد تتفهمون كاملين. اللي تم نقول لك أنت هو الذي كنت ولا زلت وستبقى وأنت دوك المصطلحات نجبدهم لك أنا منين من وسادة العزوز قالوا بما معناه في لحظة الحقيقة. أنا بالنسبة لي لحظة انتخابات أو تزكيات على مسماك هي لحظة الحقيقة، ستلتزم على أساس لكل مجتهد نصيب، على أساس كلها نعطيه نفالوريزيه نعطيه قيمته، أو ستنطلق حسابات ما عندها علاقة بالمنطق. فيما يخص تزكيات طريقة قلت لك على أساس لم تكن ديمقراطية، والعملية الانتخابية من بدايتها أفرغت من محتواها الأصلي، محتوى اللي هو الديمقراطية التشاركية، على أساس اجتماعات والمعايير طبقا لمسطرة الترشيح. كانت مسطرة خاصة بوضع الترشيحات في أجال معين، مواصفات معينة وما إلى ذلك من أشياء كانت واضحة شفافة من ناحية المنهجية والشكل. المضمون شيء آخر ما عنده علاقة بالواقع، يعني لم نشرك بل بالعكس تم مصادرة أي حق في التعبير أو النقاش من داخل المؤسسات، واللي استمرينا فيه في النقاش والبيانات على مستوى الجهة اليوم. على المستوى الجهة من خارج المؤسسة. جاءت لحظة المؤتمر كنا كنعبروا من داخل المؤسسة ومن داخل المؤتمر، وعبرنا على آرائنا وعبرنا من داخل المؤتمر، والتصويت ديالنا كان منسجم مع قناة ديالنا وكان ضد المترشح اللي كان فيه التيار. احنا كاتب الاول كاتب الاخر هذا كان ما عندنا مشكل، احنا كاتب اول بطبيعه الحال للحزب وحنا من داخل الحزب، ولكن ما كنشخصوا الاشياء. اليوم هو الكاتب الاول للاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه، وهو اليوم الذي يقود الاتحاد، وحنا اتحاديين منضبطين من داخل الحزب، وحنا ما كنتكلموا على اساس اليوم في حزب وغدا في حزب، بالعكس. في نفس السياق مؤخرا كان الافتتاح ديال المقر ديال الحزب الاشتراكي، وكان دارت لقاء ومفتوح ومهرجان خطابي للحزب، وكان حضر له الكاتب الاول ديال الحزب الاستاذ ادريس نشكر، وكان غبتوا انتم الاتحاديه عن الحدث. غيابكم عن الحدث واش لانكم انتم مستمرين ومقتنعين بالوضع اللي كنتم ماشيين به ضد الترشح ديال ادريس نشكر في الكتابه العامه ديال الامانه العامه، الكتابه الاولى للحزب، ورفضتوا تميت مستمر عليه، لذلك رفضتوا حضوركم معاه في النشاط، ولا لانه المكتب الجديد مازال ما كيلائم الطموحات ديالكم انتم في والله بشكل ادق؟ واش المقاطعه كانت مقاطعه ديال الكتابه الاولى ولا ديال الكتابه الجهويه؟ هذا النوع ديال اللي نتكلم لكم على الواقع مولي عنيد، على اساس إذا كتكلم داخل التنظيم فيه مجموعة من الأمور، فيه النقاش، في محطة معينة خاصك دير الموقف،
والموقف هو اللي كتعبر عليه في ديك المحطه المعينه. كانت محطه معينه تحضير له كيف قلنا قبيل، خاصك تقدم شيء مغري للشباب مثلا للانخراط في الحزب. اذا كان التحضير لا يلائم طموحات، بطبيعه الحال خاصك تعبر من داخل المؤسسه ومن خارج المؤسسه على اساس تحضر ما تحضر، هذاك تعبير بالنسبه لك، وعبرنا من خلال عدم حضورنا في ذاك اللقاء. يعني كان مقصود بطبيعه الحال. هي المساله الاولى. الكاتب الاول ما عندنا معاه مشكل، والإخوة كامل من داخل الكتاب الجهوية المكتب السياسي ما عندنا معاه مشكل. موقف في طريقة التحضير، في طريقة التحضير. إذا أنتم دائما عندكم مشكل في الطريقة المنهجية، لا في طريقة لأن المنهجية طريقة التزكية راه غير 5 دقائق هكشي راهي نتيجة. راه كنتكلم على النقاش، راه ملي كتكلم على التزكية راه كتكلم على البروفايل، كتكلم على هذا الشخص مو هذا الشخص، على هذا مو هذا، على هذا الشخص مو هذا الثاني، على هي الطفله ما هي الثانيه. راه كتكلم على لي بروفايل، على الناس اللي واحد ناضل وجاهد معاك سنوات وكتشوف فيه اليوم مؤهل كنتكلم سياسيا انتخابيا على جميع المستويات، اللي غيعكس لك صورتك من داخل المؤسسات. وغتشوف واحد فاشل مو عارف كاع هادشي باش منفوخ، يدخل البرلمان ما يرقد مو عارف هادشي شنو، يتخطاو عليه ماشي القوانين ديال ما نعرف شنو، مو عارف باش منفوخ هادشي. يعني هيك المرحله ديال الانتخابات انقفلت في هذا السياق على اساس الطريقه المنهجيه، لان غد المنهجيه كتعطيك النتائج. ديال عدم الحضور مقفل على اساس ما التحضير كان بواحد الطريقه داخليا، الناس ما تخبروش، اعضاء الكتابه الجهويه كان طريقه اللي هي فيها ارتجال وفيها مجموعه من الامور، حتى من داخل المكتب السياسي لم يكن راضيين على مجموعه من النقط. بالنسبه للسياق فيه، بالنسبه قلت ان مثلا ان الانسان مثلا يناضل في حزب سنوات عديده تكون من داخل يعني هياكل حزبيه، وتحدثنا شويه عن الناس اللي كتجي كطيح من السماء. صحاب وكتقبض يعني بلاد هذاك وهذا راه مبين، كما في نظري مبين عزوف الشباب عن المشاركه والانخراط في العمل الحزبي. والله اللي كينظر للحزب كيف قلت لك على اساس يتكون ويتاطر فيه ويتاهل سياسيا وينضج فكريا، ويكون عنده ذوك الملكات ديال التحليل وديال كيعرف شو واقع. انا مثلا شاب مسيس اليوم مع شاب ما هو مسيس في سياق سياسي اليوم متشعب مربج بالعربيه تعرفت. احنا اليوم في واحد السياق اقتصادي اجتماعي على جميع المستويات، الله يستر. هادشي اللي نقولوا في هذا السياق التي تقود هذه الحكومه، كنقولوا الله يستر غدا ما نعرفش اللي يمرقنا من زرثان. اللي ما عنده عقله عامر شارج، كيفهم السياق، كيحلل المعطيات، ما هو كيف حد اللي تقبضوا اللي تشحنوا اللي تمرقوا للزنقه اللي تعطي شي رايه ولا شي بايقه وتدخلوا في شي مسيره يقدي لك النار في شي، يشوف لك البصله ما عارف كم اللي حقت اللي يقدي لك النار في شي وته ولا شي تخربيقه، لانه غير مؤطر. راه في الدستور راه الاحزاب عنده دور التاطير والتكوين السياسي للمجتمع، تاطير المجتمع راه في الظروف الصعبه في اللحظات الصعبه خاص راه جعود ضابط واحد الفئه من المجتمع مأطرها مكونها وتعود فاهمه، تعود تناقش من داخل المؤسسات من داخل الاحزاب وتعبر على ارائها ببيانات بوقافات بمختلف امتدادها التنظيمي من الفرق البرلمانيه وتتكلم. راه كاين الشعوب اللي ما مأطره راه كتمرق لك الشارع كلمه جوج، مرق الشارع اعتصامات وتحرق لك ودير لك الروينه دير لك الفوضى. راه التأطير السياسي هذا هو الدور ديالو. كاين عندك فئه من الشباب واعيه ومسؤوله كتحلل عن مخها عامر، اللي مخه خاوي راه غدا دير فيه العجينه اللي بغى، كاين العجينه تاع الجنو دير فيه الارهاب يتفرق. كيف هذا اللي كيتفرقوا اليوم شنو مخه خاوي، جيت انت شحنتو قال الله قال الرسول كتعطي داكشي اللي بغيت انت يجي وسط الجماعه يطرطق عليك. نفس العمليه على المستوى السياسي، اللي ما مأطر مكون سياسيا
بما يستجيب للطموحات ديالو الذاتيه وما يستجيب لقناعاته ويقدر المؤامره. الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي كيقوم بهذه العمليه بجهه المساء. اتحاد والله ورجع الاتحاد الاشتراكي والله رجع. انا جاي. الاتحاد على مر السنوات الماضيه الى ما قبل الانتخابات كان دائما حاضرا. الاتحاد راه لم يغب، الاتحاد ما غاب عن التأطير والتكوين والتأهيل السياسي. الاتحاديات والاتحادية وخاصة على مستوى الشبيبة الاتحادية كان حاضرا. الاتحاد جات كيف أو الشبيبة جاتها كيف ذاك لو الشوك في الوقت اللي خاصني نفالوريزي هاد الشباب ونعطيهم قيمتهم. جانا شي ما عارفينه شي من بعيد كل بعد على المنطق. يعني إلا عاد واحد الفئة من الشباب سبقتك بسنوات وهذا الشاب اليوم كاع اللي باغي يفهم غير شنو هي السياسه، باغي يفهم شنو هي السياسه. راه كانوا عندنا شباب لا اخفيكم سرا كيعرف عن السياسه هي الحجار وشارع السمار. اقسم لكم بالله شاب فوت معنا مده ما يزيد على السنه، واحد النهار كيتكلم مع قيادي اخ المتوكل على ما اعتقد، كان عضو المكتب السياسي، قال له المتوكل ولد تارودات معروف قيادي سابق مصطفى المتوكل، كيتكلم قال لهم انا في الشبيبه الاتحاديه مطراس كنا نعرف عن السياسه، مفهوم السياسه الحجار الحجار هادشي اللي يعرف مع الخمسه عارف توقيت الحجار، يعرف لا الحجار هذا هو السياسه او مفهوم السياسه بالنسبه له. اللي كتفتح له في نفس التوقيت المقر وكيتعطى وكتكونوا على المشروع المجتمعي وكتكونوا على التحرير والديمقراطيه والاشتراكيه وكتكلموا على الناس اللي ناضلت وكتعمر له مخه قلت لك وتشارجيه ويفهم ويكون عنده ذاك ملكات التحليل. راه في التالي خاص الشاب يكون مسؤول، يعود واعي ومسؤول. الوعي كيجيب هذه المسائل بالتأطير وبالتكوين وكيعود عنده. انا كنتكلم على التحليل اليوم في هذا السياق اللي معنا شباب واعي ومسؤول راه خطر علينا. لان السياق اليوم لا فاغريغاد راهي السياسه راه ما كاينه في البلاد. السياق ديال الربيع العربي كان عندنا النقاش السياسي، اليوم غاب النقاش السياسي في المجتمع وهذا خطر على الدوله. وغابت المعارضه. هو هذا جزء. انا كنتكلم على اساس السياق السياسي اليوم راه يشكل خطر، لان راه ما كاينش النقاش، كاينش النقاش لا تحت الدف. كل مناقش مع صاحبه والله الا ديال شي كلها طالع على الروخو وحده. هي غير النقاش مو كاين. النقاش خاصو، النقاش هو نتيجه، خاصك تمرق بنتيجه وتمرق بموقف وتعبر وتدق ناقوس الخطر لكل من يهمه الامر، لا سواء للدوله وسواء للمجتمع. اما باش تم كاع طلع على راسك كي شي قنبله انت اللي تفرقع ديك قنبله الله اعلم، هذاك خطر على الدوله. اليوم اي شاب كيعبر، اي شابه كتعبر، اي واحد في المجتمع كيعبر على جميع المستويات، جمعويه نقابيه سياسيه بمختلف مشارب او امتدادات في المجتمع، كتعطينا نتيجه وكنحلوا. حتى الدوله كتحلل المعطيات وكتفهم وكتجس نبض المجتمع. اليوم بطبيعه الحال اليوم احنا راه ما عندناش، راه هادشي كلشي مقفول، تم بيك ما عليك يتفرق عليك. يعني هذا خطر. راه دور الاحزاب كان دور اساسي، هو التأطير، راه هو صمام الامان. راه الاحزاب هو دور فارق ما بين الدوله والمجتمع. راه الى ما عندنا هاك الحزب الحقيقي المؤسسه اللي كنتكلم عليه راه خطر. انا كنتكلم على مستوى ثاني دريك، راه خلينا من هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه دريك ديال الشباب وهاي راه انعكاساته غتكون وخيمه. بالنسبه للشبيبه نبداو دائما بالشبيبه. تفضل. التصويت الاخير ديال الشبيبه الاتحاديه اليوزي قديم هيك 2014 اخر شي حاجه ديال واش هذاك يعني موقف سياسي ديال الشبيبه الاتحاديه وديال الاتحاد الاشتراكي ولا خطا؟ لانه كيف تعرف على انه حتى الشبيبه الاتحاديه لم تسلم حتى هي بدورها هذا الشيء ديال الفرش وطنيا. ماشي غير كاين المناضلين المناضلات اللي كيناضلوا ملي كيجي الترشح للمكتب الوطني ديال الشبيبه الاتحاديه كتم محاباه وكيتدخل الكاتب الاول. واش هذا نتاج لهذاك الافراغ ديال الشبيبه محتواها مناضليهم الناس المقتنع الاتحاد الاشتراكي،
والله الموقف السياسي فعلا يعبر فيه الاتحاد الاشتراكي من اجل يناور شي امور اخرى مع الدوله. والله يعني انتم ككاتب جهوي ديال الشباب الاتحاديه وكمقرب من المكتب الوطني ديال الشباب الاتحاديه بحالاش يعني فهمتوا هذاك القرار ديال التصويت باش قرات فيه؟ اولا فيما يخص العلاقات الدوليه، اليوزي يعني منظمه الشباب الاشتراكي العالمي في 2014 كانت واقعه ديال تصويت الشبيبه الاتحاديه على شبيبه الساقي الحمراء والذهب اللي هي شبيبه البوليزاريو. هي الشبيبه على ما اعتقد كان عندنا امتداد او علاقه، احنا عندنا علاقات باش نكونوا واضحين مع شبيبه البوليزاريو على مر التاريخ، لان اولا بوليزاريو كتنظيم في قد الشبيبه الاتحاديه في العمر 48 عام درك ياك نفس العمر، وننظر لهم بواحد النظرة على أساس هذا امتداد لنا، حوار ما اقترحناه داخل الاتحاد أو داخل تنظيمات خاصة فيما يخص اليوزي، سواء في المجلس في روزاريو في الأرجنتين وفي مجموعة في البرازيل وفي مجموعة من المحطات اللي كانت مواجهات مباشرة، كنا كنمدوا اليد على أساس الحوار، لا ماشي الانفصال وذاك النقاش وما إلى ذلك، بل بالعكس كان الاتحاد وكان الشبيبة الاتحادية، وهذه شهادة التاريخ، لا الأخ الكاتب الأول دريس لاشقر ولا التوجيهات ديالو كانت توجيهات استراتيجية في العمق على أساس نمدوا اليد ونناقشوا مع امتدادنا. هذا راه امتداد، راه ما يمكنش، لا غير حاني جايك هذيك واقعة حضروا فيها إخوان لم تعد اليوم لهم صلة بالاتحاد، هما اللي حضروا، ما يمكنش انا نتناقش في 2023 على واقع في 2014. اخر حدث وقع، لا بالعكس كان احداث وهذو الاحداث انا كنظن على انها ايجابيه جدا صحيه، ولكن اليوم تغيرت المعطيات. ملي كنتكلموا على شبيبه البوليزاريو مثلا بين قوسين، راه خاصكم تعرفوا القضايا اللي كتدافع عليها هي من داخل التنظيم، التمويلات اللي كتشد راه من دول الاسكندنافيه على اساس كتدافع على اطروحات ما عندها علاقه بالواقع ديالنا، كتكلم على ديال الجنس، تغيير الجنس، وكتكلم على شي مصايب كحله. حنا كاع الناس راه ما كتكلم، راه كاع عندنا الناس المنطق فاش كتكلم قضيه الصحراء وفينا نو كتدافع على المسائل الثانيه، وهذا الشيء ما قطينا مرقناه ولنا اللي نمرقوه على اساس اليد الممدودة للنقاش وللحوار. دائما هالشي استمر وماشيين فيه. العلاقات الدولية ليس كما تظن، لا تجي ولا يتعدى لك شي اللي انت بغيت وتقوم راجع. العلاقات الدولية فيها حسابات، فيها علاقات مع محيطك الدولي ومع ارتباطك مثلا مع امريكا اللاتينيه او مع اوروبا او شنو لي كلون اللي انت عندك معاهم علاقات او توجه معين. يعني اي محطه سواء المؤتمر او المجلس او الفيستيفال مونديال، هادو كيكونوا فيها حسابات خاصه معينه. دونك كل محطه وحسابات ديالها، وكل محطه تقد تكون في النقيض من المحطه الثانيه، قراراتها وتوجيهاتها وما إلى ذلك. أنا كنظن أن الاتحاد كان دائما يشتغل بوطنية صادقة في هذا الاتجاه، وبالعكس هذا الشيء كاين ملموس، وحنا كنا من ضمن الوفود بعض المرات مشينا وحدنا في هذه الاتجاهات. وكان العمل اللي كان داخل الاتحاد عمل جبار كيقوموا به الإخوان والأخوات اللي كيدخلوا واللي كيكونوا في هذه المجالس، لأن راه هذه ميسيون، راه 3 أيام 4 أيام راه كاين اللي ما يرقد، وكاين نقاشات وعلاقات دولية ومجموعة من الأشياء. راه ما ليس كما تظن، راه هذا جاه توجيه صوت على هذا، فما راه كل محطة وعندها حسابات ديالها، وهذاك التوجيه كان من أجل الأمل. الناس راه كان في سياق معين، البلاد كانت فيها نقاش معين على اساس اليد الممدوده، ولا صوتنا عليكم على اساس راكم اللي تعودوا امتداد لنا ومرحبا بكم، وهذه ماشي بالحسابات اللي كيظنوا وحدين راه حسابي راه اللي تعود عضو ملاحظ. رانا كاع في اليوزي في البريزيديوم في اليوزي، ايوا من بعد
راني ملي كنصوت عليك كنعترف بيك بما معناه على اساس انت امتداد لهذا الوطن باش نزرع فيك الامل. راه كاين مجموعه من الشباب اللي كانوا في الضفه الاخرى وانضموا وجاو ورجعوا، ومنهم اشتراكي، لان الحزب الاتحاد الاشتراكي او الشبيبه الاتحاديه او الفكر الاشتراكي هو الوحيد اللي عنده علاقه مع البوليزاري، هو الفكر الوحيد. ما عندنا حزب ثاني. وجات الشبيبه العيون وجات الداخله ومشات الشبيبه الاتحاديه الى تندوف وتم استقبال. يعني الشبيبه الاتحاديه هي او الاتحاد الاشتراكي بمفهوم الاشتراكي الديمقراطي هو الحزب الوحيد اللي اقرب لهذا الفكر وهو القريب للتاثير في هذه الفئه من الشباب، خاصه هذه الناشئه. لان اليوم نقدروا نتكلموا على البرامج التنمويه ونتكلموا على مجموعه من الاشياء، الى ما استطعنا على اساس نقدموا واحد النموذج مغري لهذا الشباب اللي في الضفه الثانيه، على اساس نشعروهم على اساس كاين تغيير، وعلى ان الشباب اللي هون ينعمون بالحريه وبالديمقراطيه وبالتنميه وبالاستقرار الى حد معين، هذاك بالنسبه لهم اشاره ايجابيه للالتحاق. اليوم وجهت الانعكاس من خلال الشباب اليوم اللي كاينين هون في المنطقه، على اساس خاص توفير لهم الشغل، توفير لهم مجموعه من الاشياء اللي هي اقتصاديه واجتماعيه، ونخلوهم يعبروا من داخل الاحزاب. غير تفضل. باش ننتقلوا من المحور الثاني اللي كان سؤال التنميه، من ما انتهيت انت انه يوفر ويوجد للشباب المناطق هنا ويعطى لهم الحريه ويعطى لهم يوجد لهم الشغل ومحاربه البطاله وما جاور ذلك من النقاش. وحنا كنتحدثوا عن سؤال التنميه في الاقاليم الجنوبيه، والله زاد في جهه عيون الساقه الحمراء بالذات. انتم كشبيبه او كحزب الاتحاد الاشتراكي اليوم عندكم ممثلين من داخل قبه البرلمان، عندكم انتم في معارضه في الحكومه، ولو انها على العموم معارضه يقودها الحزب الاخير في التعداد اللي هو حزب العداله والتنميه، ولو انه هو اللي كيقود المعارضه، وحزب الاتحاد الاشتراكي غير نقدروا نقولوا عنه محاذي العطار بالزوكاني. اذا كيفاش انتم كتشوفوا اليوم هذه التنميه في الاقاليم الجنوبيه؟ اولا الحزب هو يقود المعارضه، وما محاذي العطار بالزوكاني، بما معناه يقود المعارضه بتحليل معطيات. احنا بعض المرات خاصنا نفهموا على اساس الحكومه وريك كاين مجموعه من التجاوزات كتعدى ليها. مثلا كتشوف على انها الامور اللي خاصها تعدل مازال ما عدتها. كتشوف على اساس الحكومه خاصها تشتغل، خاصها تبذل مجهود، خاصها تحاور، خاصها تناقش، خاصها مجموعه من الاشياء، خاصها تتواصل وما الى ذلك. كتشوف على اساس السياق، احنا رانا خاصنا دائما نتكلموا ونربطوا اي شيء بسياق، السياق الدولي والاقليمي. انت كتتكلم على الحرب مثلا في اوكرانيا، كتتكلم على متغيرات دوليه، الاقطاب العالميه في صراع حامل وطيس، كتتكلم على مجموعه الاقطاب العالميه، كتتكلم على الساحل والصحراء، كتتكلم على الجيران، كتتكلم على التحرش اللي كاين صباح مساء، كتتكلم على مجموعه من الاشياء. في ظل هذه الاشياء كاينه اشكاليات، كاينه صعوبات، مارق من كيف انك مارق من تداعيات كوفيد كورونا وتاثير سلبي على كل ما هو اقتصادي اجتماعي، وكتتكلم على مجموعه من الاشياء. الاتحاد تعرف على انه حزب اولا مسؤول، حزب مسؤول عندما يناقش القضايا يناقش بمنطق معين. اليوم الحكومه عطاوها على ما اعتقد مساحه للعمل والاشتغال، ولكن الآن لا بد من التغيير من داخل الحكومة، لا بد من تعديل الحكومة. لحظة تتطلب منا تعديل الحكومة باش نابسوربيه، باش نفسه يكون ذاك النفس السياسي الجديد، ونضخوا دماء جديدة ونغيروا ونصلحوا. هذا هو الباغي يدير الصمت. لا ما كنتكلم انا على الاتحاد ولا. اولا يا اخي
التعديل الحكومي بيد جلالة الملك وليس بيد لا الحكومة ولا رئيسها ولا الاتحاد ولا إخوان. يعني طبقا الفصل 47 من الدستور الأمور واضحة وضوح الشمس. كنتكلم بمنطق أو بتحليل معين على أساس آن الأوان لتعديل حكومي. هذا نقاش أنا كنشوف من زاويتي على أساس مجموعة من الوزراء أفلسوا سياسيا ما طلع عندهم ما يقدموا. واحدة كتجي تقول لك شوف المازوت إلا طلع في البرميل على المستوى الدولي خاصك تجبره بحالها. كتجبر تقول لك لا أنا كاع وزير ماني هذا التخصص ديالي. يجي واحد يقول لك مطيشه غدا ما نعرفهاش ينزكان السما التراب ياك تجي أنت قلتها لكم والناس ما يتبع عنهم معاقلين ولا باقي ياك. مثلا نمشي معك في هذا السياق مزيان عجبك الحال. كنتكلم على أساس اليوم إفلاس هاد الوزراء ما طلع عندهم شي يعطوه. يعني اش خاصك شونجمون، خاصك تدخل الاتحاد من عدمه. هذه عملية تقنية المسؤول عليها هو جلالة الملك. سالينا. ولكن بناء على ذلك الاتحاد اليوم صامت من داخل المعارضة. لا شوف الصمت هذاك في التقدير ديالك انت. لا اسمح لي شوف اللطيف المهذب. لا وما شوف الاتحاد دائما لطيف. لا هذا انطباقا من ما هو وطني لما هو محلي وجهوي. الاتحاد الاشتراكي من داخل المجلس ديال الجهه ومن داخل المجلس ديال الجامعه التواجد ديال البرلمانيين ديالو شنو يعني واش هو معارضه لانه الموقف ديالو كان واضح. واش هو متسق مع الموقف وطنيا ومعارضه والله هو عنده تقدير الموقف ويعتبر هنايا اغلبيه وماشي مع الاغلبيه. والاتحاد هذا قال صامت انا نقول لك عنه حي. الاتحاد هون يمارس ممارسات اللي هي ديمقراطيه حقيقيه. هو مساندة النقديه بما معناه هو معاهم على اساس لا الكم العددي اللي عنده. احنا عندنا كم في المجالس؟ عندنا عضوين من داخل مجلس الجماعة من أصل 47. عندنا في البرلمان، عندنا في المستشاري، عندنا في المجلس الإقليمي. وفي المجلس الإقليمي عندنا من داخل المكتب يعني التدبير. ومن خارج في الجهة عندنا عضوين. يعني الكم العددي هو اللي كيفرض على أساس التموقع ديالك. النتائج على ضوء النتائج كتشوف التوجهات اللي عندك سواء معارضة وأغلبية أو مساندة نقدية. أعتقد أن الاتحاد منسجم مع القناعة ديالو على المستوى الجهوي. وعلى المستوى الجهوي تبذل واحد المجهود كبير على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التأهيل وعلى مستوى عمل هاد المجالس المنتخبة. بدليل قس ذلك على مثلا جهة قليمين مثلا. نعطيك أنا الطريق السريع ديال تيزنيت الداخلة العيون الداخل. المقاطع من العيون إلى الداخلة مكتملة تماما. ومن العيون إلى الطرفاية مزيانة. يعني الجهة حدود الجهة مزيان. كتبدأ تقض كتجبر قض طلع. يعني هذا العمل هو راه مشروع ملكي. انا كنتكلم حتى الجهه ديال القليمي ما فاتوا عدلوا شي راه مشروع ملكي. راه اللي يوفى في 2025 2015 2025. هذا هو النموذج التنموي الخاص بالاقاليم الجنوبيه على جميع المستويات. فيما يخص التنميه هو انعكاس. التنميه خاصنا نجبرها في المواطن. نجبر الامور على مستوى الاقتصادي والاجتماعي على اساس تحسن المدخول ديالو، تحسن الوضعيه ديالو، تحسنت. التنميه هو مخطط باش يكون واضح. هذا راه علمي. هذا الشيء راه ما هو رد اخبار اللي نعدلوا ما نعدل. التنميه مفهوم علمي هو التخطيط لواحد الفئه معينه على اساس تنمى اقتصاديا اجتماعيا فنيا ثقافيا على جميع المستويات وخاصه على المستوى الدخل الفردي. ويكون عندك الشغل في شعوب ثانيه كتلحق باش توصل على اساس الرفاهيه على حسب الدخل القومي معدل النمو هو مرتبطات اقتصاديه. كان تقييمنا جد ايجابي جد. شوف انا كنتكلم
كل ما هو مرتبط على مستوى الجهات العين والساق الحمراء من بنية تحتية، من تحولات اللي كاينة اليوم، تحولات ملموسة إيجابية نسجلها بكل إيجابية. والتوجه اليوم اللي كاين على مستوى السمارة، الانتخابات اللي كانت أخيرة فيها شباب ضخ دماء جديدة، فيها واحد الحركية، واحد الحركي كنتكلم على الحليف الداخلي والخارجي، كنتكلم وهو راه الاتحاد والاستقلال، راه الكتلة الديمقراطية راهم الأحزاب الوطنية العريقة. باش ما شوف لا نسقط سهوا في النقاش الفارغ. الاتحاد، الاستقلال، البي بي، التقدم الاشتراكي هما الأحزاب الوطنية العريقة اللي ناضلت وجاهدت من أجل هذا الوطن بوان ألالين، يعني بدون مزايدة سياسية. هذه رقم واحد. ولكن هذه الكتلة الديمقراطية، محافظ، حداثي، ديمقراطي، اشتراكي، مشروع مجتمعي، هذا نقاش كله عنده مشروع ديالو. وراه اليوم نقدو وحدة مصيرنا اليوم كتفرض على أساس نلتصق ونتوحد في قالب واحد. وغدا خليني نكمل باش نعطيك هذه النقطة عطفا على هذا، باش لأنه هذا الالتصاق اللي ذكرت ضري تقريبا هو اللي كان قاصد به الزميل سعيد قبيل، على أنه اليوم الجلباب اللي كيلبسوا الاتحاد ولا السروال القندريسي اللي كيلبسوا الاتحاد على المستوى الجهوي هو السروال القندريسي الاستقلالي. هذا هو التوجه اللي بغا يقول لك. يعني هذا الالتصاق كتكلم انت عنه، واش اليوم كيفرض ذاته بحكم التوجه ديال الجهه في الانتماء الحزبي، ولا لانه لان الاتحاد ما عنده ما يدير تحالف، مشى التحالف اللي ما عنده ما يدير اتحاد ما عنده ما يدير على المستوى الجهوي حاليا. وين ردك؟ انت كتكلم على المستوى الجهوي، كنحمك شويه كنتكلم على المستوى الجهوي، كنتكلم على المستوى الجهوي لانه وطنيه. هو الاتحاد حزب مسؤول. على ما تقول على انه هذا حزب مسؤول في تحالف معين مع الناس وملتزم معهم، مثلا لا المسؤوليه ديال حزب الاتحاد الاشتراكي ما يقد حد يقفز عليها، ولكن غير لماذا علاش كيتم هذا التهرب من اخفاء هذا التحالف؟ عادي جدا. وراه اجبنا بما يكفي يا اخي، بالعكس بل بالعكس. شو لا ما كيتهرب. التهرب ما كامل كتهرب عبد الله. حنا بغينا نعرفوا واش حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في تحالف. عفرين اش قلت لكم مساندة نقدية. لا قلت قبيل لا كتكلم بمنطق ثاني آخر، كتكلم بمنطق التسيير، وعلى أنه جردة ونافورة وتابعين وما نعرفاش وقاردين الصف. المنطق الذي سوقت الاتحاد، لا اسمح لي، رجاء ما تحدثت به بخصوص هذا الموضوع. تكلمت على أساس الاتحاد راه لا تابع قاعد الصف يوجه. الاتحاديات والاتحاديين لا يروضون، هذا هو النقاش اللي تكلمت انا عليه. سالينا راه قلت لك في الظروف الصعبه ولم نروض، بما معناه الاتحاد خاصك تفهم المنطق. وهذا التنشئه ديال الاشتراكيين وديال الاتحاديين بالخصوص على مستوى الجهه راه لا نروض. كنتكلم معاه راه شوف لا يغرينا لا مال. الوافدين عبد الله وخلي الوافدين، انا ما كنتكلم. هما اللي كيقولوا الاتحاد اليوم. رجاء شوف رجاء، انا كنتكلم بمنطق وكنتم تدخلوا لي الوافدين. انا كنتكلم على واحد المنطق سولتون عليه قبيل، على ان الاتحاد جرده تابعه. هادشي علاش كنتكلم، ياك هذا هو اللي تكلمت عليه. اولا نتكلم على ديك الجرده، قلت لك ديك الجرده انا ما ريتها، انا ماني تابع. نتكلم عن راسي مثلا، انا ماني تابع لحد، ولاني طامع في حد، ولاني باغي من حد. كنتكلم بشكون مسؤول صاحبي يا اخي. حاضرين بعد راه ماشي في التوجه ديال الصحفيين لطرح الاسئله. كحضور بعد راه ماشي. وانا اجيب رجاء. شوف شكون مسؤولين، هذا راه نقاش مسؤول. كنتكلم معاك بكل وضوح مزيان. قلت لك على ان لا نروض، لا واضح شفاف. هادشي تكلمت على ان جرده تابعه ولا نافوره، قلت لك على اساس انا اتولى الظاهر والله يتولى السرائر. انت تكلمت على ان الكولاسه وهذو ما نعرفاش شادين الصف والتوج. انا ما قد تكلم معي حد، ولا قد توجهني حد، ولا قد قال لي حد شيء. وكلام غدا يحاني غدا. انت في راسك شيء، انا ما في راسي شيء. انا جاوبتك. كنسول سؤال الشاب.
الاستاذ واضح على اساس تكلمت ما يجمعنا مع الحزب الاستقلال اكثر مما يفرقنا. اقبض هذه عندك. ها الاولى الموقف. لا رجاء لا رجاء كم من حاجة قضيناها بتركها. لا تحترم عليه ليس بهذا المنطق. لا بالعكس. شوف كنتكلموا على الحزب الاستقلال، حزب وطني عريق بوعلالي، ما يجمعنا مع الحزب أكثر مما يفرقنا. وفي محطات معينة كنا جنبا إلى جنب من أجل ما وصلنا إليه من اليوم من حرية ومن ديمقراطية ومن تنمية بفضل نضالات هذه الأحزاب الوطنية العريقة. واضح. المسألة اللي انت تدور وتصدر ها قندريسي ها جلباب ها ما نعرفاش ها نافورة كل دقيقة تعطيني أوصاف معينة من وحي خيالك. لا ماشي لا خلينا رجاء لا باش ما تمرر على انه ماشي غنمرر انتم اللي بغيت تمرر رجاء شوف انا اعتقد على ان هذا النقاش ديال التبعيه وديال هذا راني جاوبت بكل ما يلزم. قلت لك على اساس انا ما شفتش هاي التبعيه اللي انت تتكلم عليها، انا ما شفتها. تكلمتي مثلا إلا عتبغي تتكلم على أفراد ينتمون لعائلة معينة أو لقبيلة معينة، من حقهم ينتموا للاتحاد، ومن حق الاتحاد ينفتح على كل الطاقات المتواجدة في المجتمع، شريطة الانضباط، المقررات الحزب. لأن فاش كنختلفوا راك قبيلتي تكلمت على مسائل على القوانين، ملي كنختلف أنا وأنت فين كنمشيو للقانون، لأن في حياتنا العامة عايشين عادي. انت يوقع لنا شي مشكل كنمشيو للقانون، شي يقول القانون في هذه الحاله شي يقول في هذه الحاله. دونك ملي كنختلفوا كلها كيمشي للقانون والقناعته كيمارسها. يعني كيف قلت لك مولي بطريقه ثانيه كلام غادي حاني غادي لا كان غدا شي انت في راسك واش انا ما في راسي غدا نشوفوا. يعني هذه الامور انا بالنسبه لي وضحتها بما يكفي. انا في المحور ديال التنميه مرحبا. موقف ديال على انه انتم كاتحادي كتشوفوا اليوم على انه التنميه اللي كاينه في جهه العيون هي ماشيه ومستمره وتزكوها بكل الطرق، وفي المحور انك كتناقش حتى كذلك. ولكن النقاط اللي كتهم الشباب من البطاله، من تنميه البشر قبل الحجر، كيفاش كتشوفوا انتم كاتحاديين اليوم من داخل يعني المجالس المنتخبه اللي فيها في اطار التحالف اللي كتسموا انتم اليوم على انكم شريك في هذه التنميه؟ لا شوف باش نكون معك واضح، باش تقود مو كيف لعبت في المعارضه ولا لعبت عندك تمثيليه ضعيفه، لأن انتخابات داك التفويض الشعبي هو اللي كترجع له عاقبه 5 عيمان، هو اللي كيعاقبك. باش كيعاقبك مولي بالتصويت من عدمه، التصويت من عدمه يزكي مسارك على انا صوت عليك، عدمه يعني التصويت العقابي مثلا كيف ما داروا مع العداله والتنميه في محطه الماضيه، كان التصويت العقابي لما قاموا به من مجموعة من الممارسات قانونية وما إلى ذلك. معناه اليوم الشارع كيطلب عودة العدالة. ممكن الشارع اللي باش انت مقياس ديال المطلب. هذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم من حزب العدالة والتنمية، باش ما ندخلوا في ما هو خاص. حزب وطني حتى هو ناضل، صبر صمد، وكان الجزاء ديالو في انتخابات ولايتين دبر الشأن العام على مستوى الحكومي والجهات وما إلى ذلك. مرحلة أخرى اليوم، هذا سياق آخر ما بعد العدالة والتنمية اليوم نعيشه، والسياق اللي جاي هو ما بعد السهل وحسن. يعني شي شعار ثاني. يعني يا الإخوان راه كنقول لك السياق، السؤال حنا كشباب هو اللي بغيت اكثر، واش حنا مستعدين للسياق الجاي؟ وهو هذا اللي غننتقلوا به المحور الثاني، السياق الجاي يا اخي. لا، الحريه والديمقراطيه وما الى ذلك. غادي ننتقلوا واش عند الشباب الحريه والديمقراطيه فاش انه ينتقل هذاك الوعود مستعد انه يقود فعليا. وراه الشباب خاصو يفهم، راه الشباب اليوم راه خاصو يفهم على اساس خاصو يتواجد في المحطه المقبله. راه اللي مو كنناقشوا
الفئة من الشباب اللي رايك تبارك الله اللي تعلمات وقرات وعنده احتكاك مع المجتمع وعنده مثلا مراحل ديال الجامعة التكوين والتأثيرات الخارجية وما إلى ذلك، كتجبروا بعدا فاهم كيحلل وراجع من زاوية ما يدخل الأحزاب. كاين اللي معارض هادشي كاع باش منفوخ ما مشى الجامع، ما هادي ما باقي الا مثلا في واحد المسار على قد الحال وما هو في احزاب ولا هو في شيء. هذاش اللي تعدل له غدا، هذا هو اللي تكلمنا عليه اساس راهو فارغ تقدر به اللي بغيت غدا في اي سياق معين تقدر به اللي بغيت. السياق اللي جاي خاصك تنظر له من اليوم. السياق نظرة ما قبلية نعطيكم بين قوسين، السياق الجاي قد يكون فيه ولي العهد، نسبق لك انا الاحداث. اي سياسي ما كيستحضر هذه الاشياء دونك هو مو سياسي لا يعيش بيننا. اراه الاغلبيه المطلقه عنا في ظل عزوف الشباب، لان ما عندناش مؤسسات مغريه كتغري بهذاك البرنامج ديالها مغري باش او الحزب مغري باش نخارط فيه نضم له حتى تدرج في ذاك الحزب. والشباب فقد والحزب فقد ديك المصداقيه كيف قلت لك كيجي حتى في انتخابات هذاك كيعطيك الريزلت يعطيك لا فاكتور يقول لك هاش ساوي عنده. في ظل هادشي كامل كنقول لكم ما لا ياتي بالنضال ياتي بالمزيد من النضال. خاصنا نخترقوا الاحزاب. هاد الستاتيكو هاد المنهجيه باش ماشي الاحزاب ما في صالحنا حنا كشباب، ولو يقفلوها لان في صالحهم يقفلوا مقراتهم ويقفلوها ويخلوا تزكيتهم الى وقت اهلهم ولا صحابهم ولا محيطهم ويزكوا سطوله. عندهم حسابات كاين يقوسوا بها، حسابات ديالهم خاصه، لان دريك واحد الفئه كبيره في المجتمع كتتكلم الاحزاب ما عدلتو مزيان، هي نفس الفئه كتجينا الانتخابات وكتبدل كتلوث حتى لا شي تقبضوا. هو بغى يتناضل، هو شويه ديال العفه وشويه ديال الثقل وشويه ديال الرزانه، وانت هذاك راه عطاك لافونس. واش بالله عليك انت تنتظر من رئيس حكومه ولا وزير ولا برلماني ولا شي منتخب كان كيقسم الفضه ياك عطاكم لافونس مره مثلا مليار، الشغل الشاغل ديالو فيك 4 عيمان 5 عيمان يرد 10 ملاير و20 استثمار. هذا مقاول، هذا داروا داك الحزب فوند كوميرس ديالو كيبيع التزكيات كيشري هذا كيبلوكي هون يقفل هادو يفتح هادو دار التجاره مقاوله. يا غير كيف لك ان تطمع الشباب وتحببهم في السياسه والمجيء للسياسه والفعل السياسي في ظل هذا الواقع اللي تحدث عنه، علما على انه الواقع اللي وقعت لكم انتم سموها خديعه الكبرى ولا سموها اللي بغيت. كيفاش هذا الشاب يطمح ولا انه يجي يفعل في السياسه والواقع هذا هو يعني العزوف هو مصير ذا الشاب عن السياسه. وكيف قلت لك انا معاك متفق معاك. هذا الاطار ديال باش تجاوب على السؤال بالنسبه لان قبيل لان قبيل جابر مر للمحور الثاني متعلق بهذا التواجد ديال حزب الاتحاد الاشتراكي وهي الحصيله اللي حصلها في اطار هذا القاسم الانتخابي غدا وفي اطار هذه الرؤيه اللي قلت انت يعني في مرحله ولا جا قانون جديد يلغي القاسم الانتخابي ويقد حزب واحد يقوم في المجلس يعني نرجع للقانون هل اللي هي يبقى الاتحاد الاشتراكي بمناضلين واعضاء اللي يحصل نفس الشيء والله اللي تم ملي افراغه ويعيش مرحله ديال الهجره نحو الحزب فيما يخص قاسم الانتخابي هذاك اولا موضوع في اطار واحد القانون. نجاوب الاخ. تكلمنا على اساس الواقع عنيد، الواقع عنيد يعاند الطموحات مزيان. الحل انا راني رافض ممارسات حزبي واعبر عن من داخل الحزب، هذا هو الفرق. وفاهم على اساس السياق الجاي يقد يتشونجا يقد هذا اللي قايد الحزب يمشي
يقد يجي سياق ثاني. شكون اللي غيعمرنا هاك المقاعد؟ طبيعة لا تتحمل الفراغ. اليوم حنا فاهمين وعنا بغينا نتكلموا بغينا التغيير باش لا يجي؟ التغيير يجيب بسواعد شباب بهذه الطاقات اللي متواجدة في المجتمع ومن داخل المؤسسات. هادشي اللي شوف شريطة إتاحة الفرصة، راه إتاحة الفرصة راه ما كاينة. أنا فهمني، رانك ما جيت ودخلت واخترقت. أنا كنتكلم على مصطلح وضابطه، اخترق الحزب، انخرط ودخلوا الأحزاب. سينا والله لا جبرت واحد يقول لك تفضل، ولا قال لك تفضل يعمر عليك شويه وتم ماشي بك خدام بك وقت المعقول يدير لك. قلت لك انا المسائل اللي خاصنا نتكلموا عليه في ظل هذا الغياب. راه الاحزاب راهم قافلين مقراتهم يا الناس. واش دور على الاحزاب؟ شكون اللي فاتح مقره كيدير لي انا وغير الانشطه الاجتماعيه ولا فاتح لي انا المقر؟ حنا كنا فاتحين المقر. الا اللي باغي يخبط حتى القطار يجي يدخل بالعربيه. هذا شاب. الشباب راهم فئات. قلت لك راه الشاب اللي في عمره 40 عام 35 راه مو نفس الشاب اللي في عمره 15 عام. هذا راه مزال داير لي رابط لي راسطه وداير لي شي كاسك وكيخمم طموحاته في شكل. هذاك خاصك تصنت له، خاصك تعرف طموحاته وتفهم ميولاته وتتكلم معاه وتناقش معاه. والشاب ما فوق 25 حتى هو شاب طموحات وانتظارات، باغي يخدم باغي يتحرم كيف انه تخرج. والشاب اللي فوق الثلاثينات الاستقرار والطموحات والعمل ويطور راسه ويطور محيطه الى حدود 40. يعني هذو مراحل من الشباب وكل شاب وفئته. ما تقدر تتكلم هذا فئته وحده وهذا فئته وحده وهذا الثاني لا كاتيجوري ديالو كله هو. مثلا فهند هو الشاب اللي في عمره 35 راه كيصنط الشاب اللي اصغر من ذلك راه يتكلم مع صاحبه ياك بعد. هذه يعني الشباب لا يجي وقتهم لا يشوفوا يعودوا عندهم ديارهم ويشوفوا بطاطا وماطي شحاتهم عندهم. هذه سنط السياسه اللي ما هو مسيس مو عارف كاع شي واقع. السياسه راه قال عنه راهم لا دوك اللي في البرلمان. والسياسه راه هو الخبز اللي كتوكل. نعطيكم الخلاصه. السياسه الخبز اللي كتوكل انت وديك مطيشه. راه السياسي هو اللي كيسير ذاك القطاع وتم قاضي لك مول الحانوت اللي في زرك اللي نزات لك درهم زات لك 10. راه هذا بفضل سياسه ديال الدوله او سياسه دوليه او ما شابه ذلك من تاثيرات وانعكاسات ولوبيات وما الى ذلك. ولكن الرجاج اللي فاهم كيعود مطالع ومتبع وكيحلل. واللي بحالاش غنتكلموا مثلا عن نضال ودفاع احزاب سياسيه متاثره بمحيطها اكثر ما كتاثر فيه. هذه وحده. بحالاش نتكلموا عن النضال في اطار ان مناضلين ومثقفين كيمروا يعني في الانتخابات، وهذا شي حاجه معاشه. صراعات ربما عيت من نوبات كتعود صراعات دمويه، مقاعد والله من اجل نعرة قبليه. حنا كيف كيعرف الجميع انا مجتمع قبلي، ولكن حنا بحالاش حنا نتحدثوا عن نضال ونتحدثوا عن تقدميه ونتحدثوا عن وعي، وحنا مازلنا الى حدود الساعه منا مفرقين اي حاجه كندخلوها فين القبليه، ومنا مفرقين بين السياسه وبين القبليه. واش حنا كنمارسوا يعني واش حنا في المستوى اللي حنا عندنا شباب كيمارس السياسه والله يتقن ممارسه القبليه. وهو هذا الواقع اليوم. إلا عندنا بغينا نتكلموا على ما هو قبلي سياسي، أنا بالنسبة لي من داخل الحزب هو لجميع المواطنات والمواطنين أن نكون منسجمين مع القانون مع الدستور. هذا الجانب الأول. هذا من هذا من منين. هذا القانون كيقول لك جنسية مغربية، ما كيقول لك القبيلة الإكس ولا إيكغيك. هي المسألة الأولى، وأن يكون بالغا لسن معين. الشبيبة ما بعد 15 سنة، وفي الحزب حتى تحمل المسؤولية اللي هي مرتبطة بالسن ديال 18 عام فما فوق. الواقع ماذا؟ أنا جايك. الواقع راه قلنا راه واقع، راه استخلصته في مصطلح الواقع عنيد. راه تعاند الواقع ورانا كتم تفاتن مع هذا الواقع. تجي انت الى تجي وتجبر واحد الواقع
خاصو بيقة ثانية، لأن هذاك اللي كيجيك ويدير لك الخطاب عنده حسابات، راه هو بالأصل عنده حسابات، جايب داك الحزب كلون لقبيلة معينة ولا لا ولكن هنا هذا راه ما كيقوي، كيضعف البنية التنظيمية والبنية البشرية اللي مرتبطة حتى بهاك الشخص. نمشيو حنا نديرو هاك الشخص هو السيمبول، هو الرمز بالنسبة لنا، شي رمز ودايران به الناس. راه اللي ما استطاع يأثر في جميع القبائل وفي جميع الناس كيف ما بغى يكون جاي من الزمامرة ولا يجي حتى من كازا ولا الناس، خاص الناس تكون سواسية، لأن كل واحد لكل أنا مآمن بواحد المسألة، لكل مجتهد نصيب. اللي يشتغل ويتكون ويتأطر وكان مؤهل لهذاك التمثيل، هذا راه ماشي تجارة، هي راه مع كامل الأسف راه كل شيء عاد يسعى يهرول للأحزاب أو التمثيلية باش يقبض مكتسبات. وهي المكتسبات شنو هي؟ ما فيها والو. منظورك هو هذاك تاجر، انا اللي كيدير التجاره ويسمسر هذاك ما نتناقش معاه، انا كنتكلم بقيم ومبادئ، لان الا عدت في ديك المسؤوليه خاصك تمارس وتنعكس هيك القيم والمبادئ اللي انت المسؤوليه اللي انت بيان سور تنعكس عليك من خلال ممارساتك. شيء غير ذلك اللي كيتلاقى مع النقيض معاش، يعني انت غير يعني ما كتمارس السياسه باخلاق. السياسه اخلاق، هذا هو المنطق وهذا هو المنطلق ديال الممارسه ديال السياسه. اللي ما كتمارس السياسه باخلاق يعني راه ما كاين والو. مساله ثانيه، التطاحنات اللي كتكون هي ظرفيه، كتبدا كيف قال ذاك الفنان، قال لهم 12 يوم ديال المرقه. راه الناس كدير تجاره مولفه هيك 12 يوم، اللي لا يجريسي، اللي لا يبزنس، اللي لا ينصب، اللي يعود شناق اللي يكتروا بمفهوم انتخابات. عندي 7000 ودوك اللي عندهم 1000 الفوق هذوك موجودين ليستات ولكن انت كتشري الاصوات، وهذا ما نعرفهاش وهذا ما، لان العمليه الانتخابيه برمتها دخلت في واحد العمليه فاسده. اللي كنا كنتكلموا فيما سبق على على تدخل السلطه، واليوم السلطه بغينا غير تدخل السلطه، التدخل ديالك الساعه ديال تزوير انتخابات وما الى ذلك اللي كان في زمان سنوات الرصاص. اليوم راه كان تدخل ديال الدين، تدخل المال، تدخل مؤثرات اخرى جديده علينا، وهادشي حنا اللي كنخلقوه باش تبلغ هذاك الهدف. وكتجبر واحد يباركين عليك قال الله قال الرسول، المعقول ينطر حتى هو وباغي ينجح ويدخل القبيله ويدخل لك دوك المتناقضات كامله يطرحها لك باش يوصل للهدف ديالو. انا اعتقد ان المرحله الانتخابات هذاك النتاج ديال غياب الوعي، اللي ما كيكون عندنا الوعي ياك. حنا الناس اللي فاهمه كتجي الانتخابات تشوف هاك الشيء متناقض كترجع مارشاريا، ما كتجبرها كاع في الساحه لا السياسيه ولا شيء من هذا القبيل. الحريه والديمقراطيه وداك الشيء. الحريه شوف لا قبل غير بالنسبه للسؤال اللي ما جاوبت عنه ديال القاسم الانتخابي. قاسم انتخابي القانون، لا قانون. لا حنا قلنا جدلا فرض الى جات ما بعد تحييد القاسم الانتخابي رجعنا للقانون القديم. نترو لك شي قانون ثاني ما في راسك انت. كنتكلم عن الاتحاد الاشتراكي. هل سيحقق ما حققه اليوم ولا غيزيد ولا غينقص؟ وهل سيحافظ على نفس الوجوه اللي متواجده فيه اليوم ولا سيتم موسم مولي الهجره الى الشمال قال الطيب؟ هادشي يعلمه الله. القاسم الانتخابي كم من واحد الحساب عنده مقلوب. القاسم الانتخابي يؤثر في الذي يقود في المتحكم في العمليه، هو اللي كيأثر عليه. كاين اللي كيقبض 10 يعود يقبض 3 مثلا، وانت كتقول لي عني ضعيف، راني نقبض حقي. يعني حقي انا قابضه. شكرا. فيما يخص السؤال ديال الحريه، ما ننعم اليوم به من حريه قد لا نجدها في بعض الدول التي تتباهى بالحريه. بدليل احنا راه فرنسا مثلا، بدليل واقع اليوم حق تأسيس الجمعيات
الحريه تاسس ولا ما تاسس؟ النقابات، الاحزاب، بل بالعكس الاخوان كيتكلموا على تاسيس الجمعيات هون في الصحراء اللي عندها افكار معينه سميها انت ما شئت مع الضفه الاخرى. يعني هذا بالنسبه لنا تقدم البلاد، حريه التعبير، الصحافه والراي وما الى ذلك. احنا شوف الديمقراطيه اللي كتحكم في العمليه دي كامله برمتها ديال الحريه. احنا رانا في عمرنا 12 عام وما يزيد، احنا عندنا ملكيه دستوريه 12 قرن ونيف، ماشي ل 13 قرن. راه دوله عريقه الاخوان، راه ليست جمهوريه دارت في 5 دقائق وتشقلبت ولا شي. انظر ما وقع في المحيط، راه دوله تشتت، انهارت واندثرت من الخريطه. شوف ليبيا شو واقع، شوف تونس اليوم تلفوا. انا واحد النهار كنا نناقشوا فيما يخص مع واحد الندوه فيما يقودها مصطفى بن جعفر، هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الانتقالي ما بعد الثورة، هذا اشتراكي معنا وكان عندنا لقاء. تونس 4 سنوات هي كنت فيها يناقشون الاختصاصات، تخلط لهم الآلي مع الروتور يتلفوا، ما عرفوا واش البلديه اللي دير الشانطي ولا الجهه ولا المجلس الاقليمي ولا لا. شوف راه خاصنا ندير واحد اللجنه وطنيه للاناره تخلط لها الآلي مع الروتور. في ظل هذا ما يقع في محيطنا وكتشوف في الاشياء اللي كاينه اليوم كتجي على اساس هي بطبيعه الحال حنا كتقدمين لا يكفي، ولكن راه ماشي جد متقدمين على محيطنا. ولكن انا بالنسبه لي الديمقراطيه قال المرحوم اليوسفي قال لك حنا كنديروها في بلادنا بالخرنجيه بما معناه بالشهر، ولكن ديمقراطيه ناشئه وماشيه ولا نكيف مع ما يقع في المحيط، بل بالعكس حنا كنكيفوه ويعود خصوصيات ديالنا وكيمشي ويقبض الصف ويرجع مرشط راس ويرجع منين جا. بما معناه الحريه والديمقراطيه وما نسعى اليه اليوم حنا ماضين فيه. السؤال اللي حقيقه خاصنا نخرجوا به اليوم هو شبابنا، هو المستقبل. شباب واش عارف السياق اللي جاي؟ مو عارف، خاصو يفهم على أن السياق اللي جاي والمتغيرات. الأحزاب أنا كنتكلم احنا عندنا من داخل الأحزاب كاين إشكاليات بنيوية، إشكاليات حقيقية مرتبطة بهذه التعقيدات، هي جد معقدة ومركبة في آن واحد. يعني احنا ما يمكن ننتظروا. أنا كنقول لك هالواقع الحزبي بكل مسؤولية ياك، وكنقول لك على أساس الوقت والسياق الجاي راه خاصنا حنا نختارقوا الأحزاب في ظل انغراق الأحزاب، ونمشيو ندخلوا ونمشيو نكونوا فاعلين في المجتمع، نكونوا في جمعيات وندخلوا ونختارقوا. الأحزاب غتبغيكم ودخلوا للأحزاب، في ما جبرتوا شي فج ادخلوا معاه، عودوا في الأحزاب. راه كلشي مفرح، سيروا دور غا في العيون سدر. شوف كاين شي حزب فاتح داير النقاش السياسي اليوم اللي تشكرون عليه. الاتحاد قلت لك فيه مجموعة من التعقيدات، فيه مجموعة من الإشكاليات كغيره من الأحزاب اللي اليوم كاين تأثيرات، كاين مجموعة من الأمور كان لو عنده حسابات في مخه ومو فاهم عن المصالح العليا للبلاد أكبر من المصالح الخاصة لهذه الفئة التي تسير اليوم الشأن العام. راه حسابات ضيقة، حسابات ديال المقعد من عدمه. الحساب هذه التباينات كيف تسوق البرنامج بكل مسؤولية. أنا كنتكلم لك نرجع عجالة ضيفنا الكريم باش نختموا. دير الدعاء في التالي. أستاذي المحترم كنتكلم على أساس أحزابنا فيها إشكال ديمقراطي حقيقي، إشكال تنظيمي، إشكال سياسي في ظل مجموعة من الحسابات الخاصة بالقيادات. حيفقد الشاب اللي مستهدف وانت حيفقد الثقة. بيان سور فقد الثقة، هو ماشي غير يفقد الثقة، هو ما دارو فاقدها وأنا فاقدها. ولكن هذا لا يعني على أساس خاصنا نستمروا في أحزابنا
خاصنا ناضلوا. اسمح لي لا تزلم عليا تكايس نوجه لهم رساله. شباب 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 خلي الناس الحواري خلي الناس تتكلم. الاخ لا غير لانه مفروض الوقت يعني هذا لا عندنا مشكل. انا نتوجه رساله اخيره ختاميه للشباب، الشباب الحاضر. انتم امل هذا المجتمع وامل هذا الوطن. لا اساس خاصهم يحضروا مجتمعيا، حضروا في المجتمع، والمجتمع حضور من خلال الجمعيات، من خلال الاحزاب، من خلال مختلف الانشطه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي غتخليك تتكون وتاثر في ظل غياب الحزب اللي هو المؤسسه الاساسيه والحقيقيه اللي كتلعب هذا الدور في المجتمع. السيد نائب الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي مرحبا. العيون الساقية الحمراء، الكاتب الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة العيون الساقية الحمراء. شكرا زميلي سعيد العبيدي مدير نشر موقع صحراء طوطوس السابق ومدير صحراء بنت تريس الآن. زميلتي وهي زميلتنا جميعا زميلتي ليلى عطاء الله مديرة نشر موقع الصحراوية نيوز. شكرا لكم حضورنا الكريم على هذا اللقاء. شكرا ضيفنا الذي أغنى هذا اللقاء لقاءات هلا ميديا التي تنظمها مؤسسة هلا ميديا أجنسي. شكرا لبعث الصحافة وعلوم الأخبار الشريك لهذه اللقاءات. شكرا لكم وإلى الملتقى في لقاء آخر مع ضيف آخر.